Romário? O empate seria derrota. Sai com esse gol de derrota mesmo agora depois do 1-1 oficialmente? Fernando, é o seguinte, empatar no primeiro jogo de uma Copa do Mundo contra uma seleção de Marrocos, quem não conhece muito futebol vai ter esse pensamento que você tem. E nós somos brasileiros. Marrocos, com certeza, apresentou, na minha opinião, um futebol melhor, mais técnico, mais bem posicionado. É claro que a gente tem melhores jogadores do que o Marrocos, mas infelizmente a Copa do Mundo, principalmente na estreia... Peraí que o Belge pediu passagem, o Belge está com algum jogador lá ao vivo, vai lá. السلام عليكم الاخوان والاخوات، نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. المهم الاخوان كيشدوا في هذا الفيديو هذا اللاعب الاسطوره الاخوان ديال البرازيل روماريو الاخوان تيحرج لنا هذه المذيعه، وهذه المذيعه اللي كانت تقلل لنا بالمنتخب الوطني. هذا كما تعرفوا بزاف المصريين ولا الجزائريين ولا التوانسه وعاودي المهم كاع الناس ما تصرت لهمش من المنتخب المغربي زيار البرازيل، ولكن المنتخب المغربي الاخوان صراحه قدم واحد الماتش اللي واعر بزاف. لدي عندنا تقريبا ضيعنا مجموعه ديال الاهداف. نقدر كنا في الشوط الاول تقريبا نخرجوا بشي 3-1 3-0 لا سيما 3 محاولات الاخوان جاو النائل العناوي. المهم الاخوان كما تشوفوا كاس العالم يلا بدا، باقي عندنا ماتش اخر مع شكون، مع اسكتلندا الدراري، وماتش مع هايتي. هاد الماتشات الاخوان بيكونوا صعاب شويه، ولكن نظن باننا ضد اسكتلندا الدراري بغينا ناكلوها صراحه. اسكتلندا نقدروا نربحوا اسكتلندا وتبقى لنا هايتي حتى هي. الا قدرنا نربحوا 2 ماتشات الدراري بين نتصدروا المجموعه ديالنا كيف العاده، وعندنا الثقه الاخوان، الثقه اللي كبيره في المنتخب الوطني. المهم الدراري كان فيديو قصير على المنتخب الوطني. ما تنساش اللي طلع لهذا الفيديو هذا لايك وبارطاجوا ابوني والاخوان الا طلع لكم فيديو واخا طلع لك الفيديو دير لايك الاخوان، حيت الفيديو هذا بغيت ينتشر بزاف. طلعوا في راسكم.